على عيوننا وعلى رؤوسنا، وكما نرحب بكل اللجان المتفاعلة بالعمل، كما نرحب بالأخوة الباذلين قصار جهودهم لإنجاح عملية التشييع وإنجاح موقف الحقلين جبل عصام، حيث هو الموقف موقف الجميع، وعلى رأسهم وبمقدمتهم الأخ الأستاذ المحامي القدير دحار سامح القانوني، والأخ الشيخ ماهر صالح شريان النقيب، والأخ ذي غياب ناجي جاسم بن شرين، وجميع إخواننا من أهالي جبل عصام على مبادرتهم الكريمة وعلى موقفهم العزيز الذي بادلونا يعني المحبة، وأشعرونا بالأخوة والوفاء، وأشعرونا بأنهم قاموا في عمل الخدمة لموقفنا هذا الذي لا يستحق مننا غير الشكر والتقدير ولا نوفيهم بحقهم. وشكرا لمن حضر في هذا الإعلان. حفظكم الله شيخنا. سبق وأن لمسناه من أبناء هذه القرية عامة، ومن بيت الكينعي بشكل خاص. ما قمنا به هو دين سابق علينا، وندعو الجميع إلى التآزر كما نحن متآزرين ومتعاونين ومتآخين، ونتمنى للمتوفي الرحمة وللأحياء الألفة والوحدة والوقوف ضد الغلطة. شكرا جزيلا. ومن الحقلين كما نشاهد هذه الترتيبات الرائعة وتجهيزات وإعدادات وتنسيق، وهنالك أكثر من 7 لجان، وهي لجان الإعداد والتنظيم ولجان الاستقبال واللجان الأمنية ولجان الترتيب، ونقف الآن مع شخصيات رائعة من الحقلين. وفي مثل هذا اليوم نشاهد مراسيم الشهيد رحمة الله عليه، وأيضا بحضور الأطراف الأخرى، ونعرف أن الأسرة اليمنية والقبيلة اليمنية هي أسرة واحدة ويسودها المحبة والإخاء، والعدل يجري في مجراه، وهذه إرادة الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا تتكرر مثل هذه الأحداث، وأن نكون لحمة واحدة. وكما نشاهد الآن بدأت المعالم تتضح جليا. نحن في الساعة الأولى فقط، عندما تبدأ الساعات والدقائق تمضي سنشاهد الحشود من كل حد وصوب، بل من أطراف المحافظة، من مسؤوليها وكبارها ومشايخها ومسؤوليها وعقالها وعدولها وشبابها ومواطنيها يأتوا إلى قرية الحقلين التاريخية العريقة الحضارية.